اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جيت لكم بقى النهارده فيديو جديد. الفيديو ده برعايه امي، جلابيه ماما، والاكله اللي انا عاملاها لها هي اللي طلبتها مني برضو. عايزه اقول لكم ان ماما ما كلتهاش حوالي بقى لها كده 20 سنه. تمام. فقلت ماشي يا ستي الكل، اقوم اعملها لك، بس لو هعملها لك بقى على شرط. ايه الشرط؟ انا لسه جايبه لها الجلابيه دي، طلبتها لها من شي ان، بس ان انا بغرق يعني. فالمهم تعالوا شوفوا احنا هنعمل ايه. والنهارده يعني اقولوا ده فطار غدا عشاء. وعايزه اقول لكم ان الساعه 8 دلوقتي واحنا لسه ولا فطرنا ولا اتغدينا ولا اي حاجه، وهي طلبتها مني بصراحه وهي تعبانه يعني شويه. فقلت لها حاضر من عينيا، اقوم اعملها لك. بقول لكم 19 20 سنه كده متهيألي احنا بنحبها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وكومنت حلو منكم. ويلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. بصوا يا بنات، اهو انا نقعته في ميه. تمام. هسيبه بقى لبكره، ان شاء الله نشوف بكره لما نقوم باذن الله لو ربنا احيانا نشوف هنعمل فيه ايه. بصوا يا بنات، انا هنا معايا فول مدشوش. الفول ده انا نقعاه من بالليل. تمام اهو. ومعايا بصلتين صغيرين وكام فص ثوم، ودي حزمه شبت وكزبره، بقدونس وكزبره. شبت ايه؟ انا ايه الشبت ده؟ بقدونس وكزبره. تمام. انا بس عايزه اعملهم كده واقطعهم هنا على البلانشه. نرمي دي كده عشان ايه؟ انا بقطعهم الاول وبعد كده احطهم في طبق واحط عليهم خل، اللي هم يعني ايه، انقعهم شويه. اقطع بقى كده. الاكل وانا بعمل الاكل ما بخليش فيه مواعين، واول ما اخلص الاكل اروح غسله المواعين واخلي دايما المطبخ وكنساه ومسحاه وكده. دايما المطبخ عندي نظيف. واول ما قمت من النوم بصراحه رحت جايبه المكنسه. انا غسلت السجاجيد بتاعتي بس جبت حافظات من عند ماما ورحت ايه، ورحت يا بنات فرشتها. مسحت الريسبشن ومسحت اوضه النوم وفرشت الحافظات في البيت وايه وظبطت الدنيا. بصوا بقى، هاخد دولت احطهم في طبق واحط عليهم ميه وشويه خل، انقعهم كله 5 دقايق 10 دقايق كده، وارجع لكم تاني عشان نشوف احنا هنعمل ايه. الوصفه دي هنعمل بيها ايه النهارده. نجيب الزبده يا بنات. عايزه اقول لكم دي في الاكل ملهاش حل، ملهاش حل. بصوا انا عايزه بقى اعمل لها ايه، نكهه كده، حاجه غريبه. احط لها معلقه زبده، يلا، وما نتوصاش قوي عشان الدنيا غاليه. شويه زيت، نعمل ايه، معلقه الزيت مع السمنه كده، عايزاها كده سليمه. والثوم ايه، طبعا انا مش هشوحهم لوحديهم. انا ده الفول المدشوش اللي ده يا بنات اهو، اللي هو يعني ازاي اهو، شوفوا بيتقسم ازاي عشان انا قعدت امبارح بالليل. ننزل بيه كده كده البصل والثوم يا بنات، نغلفهم كده بمعلقه الزبده تشوح. ممكن ناس تكون بتعملها بالطريقه دي، بس انا يعني بصراحه بشوف معظم الناس يعني بيسلقوها كده بميه على طول. لا، طب ما نحط لها كده معلقه زبده وشويه زيت ونشوحها، هتفرق، ده يبقى ليه طعم. يا بنات اهي كده اتشوحت. تمام. بدات ريحه الفول تطلع. تمام. الخطوه دي انا غسلت البقدونس وكزبره ونقعتهم في شويه خل وصفيتهم. ننزل بيهم بقى كده نقلب برضو تتشوح معاها. طبعا صوت الكاتل بدا يطلع، يا رب تكونوا سامعيني. بس نقلب بقى. انا عايزه اعمل ايه، مكعب مرقه. ومكعب المرقه ده اساسي 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 خضار. تمام. ونحط ملح من دلوقتي، رشه ملح كده. طبعا احنا حاطين كزبره خضراء. تمام. نحط شويه كده كزبره ناشفه اهو على التوابل، على الخضره كده والفول والبصل. ونحط رشه فلفل اسود بس، يعني ما المقطع الحته دي ما اتصورتش. نشوحهم بقى مع بعض كده، رشه الكزبره وملح وفلفل. دي الوصفه دي ما بتاخدش اكتر من كده، احسن لما تشوحيها بدل ما تسلقيها على طول. ومكعب المرقه ده يا بنات، بصوا يا بنات، رشه كمون كده في صنفوطه، كمون كزبره ملح فلفل اسود، اللي هي البهارات الاساسيه. طالعه جميله. شوفوا معلقه الزبده، شويه تريكات في الاكل بس هتفرق جدا معاكم في الطعم عن الوصفه التقليديه. بصوا الكاتل اهو، ميه مغليه، شايفين؟ ما ينفعش ميه من الحنفيه خالص. نعمل كده عليها النار وتسيبها تستوي.
مؤخرا بس كده. نحط بقى المعلقه هنا جنبنا على الطبق عشان ما نوسخش حاجه في البوتاجاز، غسلاها ونخليها زي الفل. اغطي دي وارجع لكم تاني لما بصوا يا بنات انا غسلت 3 بصلات تمام. هجيبهم بقى هنا على النار تمام. حطيت فيها شويه زيت تمام. هعمل ايه بقى؟ اقطع البصله دي كده بكل سهوله كده. نعمل كده كده كده. بصوا شرايح يعني رفيعه قوي، ولا قطعه بقى ولا حاجه، انت بنفسك بلانشه كده ماشي. الجيش قالك اتصرف. رشه بس خفيفه كده تمام. وبعد كده اصفيها اهي. الزيت انا عايزه احط واحده كده اشوفها قشطه. بصوا يا بنات البصله اهي، هاتي هنا يا حبيبتي. البصله اهي حطيت عليها رشه دقيق ورشه ملح. فوقي معايا كده عشان ما هزقكيش واصحابي بيبصوا عليكي. ها يلا. انا ما اقدرش اهزقها والله، انا بهزر معاها. هو انا ليا بركه غير اماني؟ لا تقول لي انا مش هصورك تاني، انا اللي محتاجه لها. ولو ليك على حاجه عند الكلب قول له ايه. بص يا سيدي احلى حاجه بقول لها لو ليك عند الكلب حاجه ايه بتقول لي يا سيدي. يا عبيط. بصوا نشوف بس الحاجه دي اخبارها ايه. يعني انت كده كلبه ما انت كملتي لي بقيه المثل يا حبيبتي. بصوا هي هتخضر اهي بقى لوحدها ونسيبها ايه تتكتك مع نفسها. اوكي غطي. نجيب بقى معلقه حمر البصلايه العسل دي وفيها اي زيت تشربه تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ هاخد منها كام كده فص ثوم عشان القولون. بصوا دولت حلوين، 4 فصوص ثوم هقشرهم وادقهم في الهون مع شويه كزبره ورشه ملح وارجع لكم تاني بقى. بصوا يا بنات البصلايه اهي انا ايدي فيها عشان مش عايزاها اللي هي تبقى يعني محروقه، ايديا فيها مش سايباها. عايزه اقول لكم وهي في الطاسه دلوقتي انا يعني حاسه ان بقرمشتها تمام اهو. تفضلي ايدك فيها كده على طول. شفتي الشرايح رفيعه ازاي؟ دلوقتي هجيب مناديل مطبخ واطلعها عليها بقى. والزيت بتاع البصل احنا هنحتاجه مش هنرميه عشان هندخلها في الوصفه بتاعتنا برضه. بنات انا كده خلاص كل حاجه استوت تمام. فانا جبت الهاند بلندر. طبعا الهاند بلندر ده اللي هو بتاع الحاجات السخنه يعني مش هيجرى له اي حاجه. هنضربها بقى وخلي بالكم انا بصوا فين يعني ما بنزلش في الحل عشان ما تتجرحش. نضربها بقى. بصوا يا بنات سمكها مظبوط ازاي، ولا تقيله ولا خفيفه. بصوا يا بنات بعملها ولا احسن. قلت لها طب يا ماما هنشوف يا ماما. قلت لها طبعا انت اللي لازم اقول لها يعني بصراحه يعني. قلت لها ده انا بنتك ومتعلمه منك يعني اكيد انت اللي هتعمليها احسن. بس برضو ما اشكرش يعني ما اقولش حاجه وحشه في نفسي. برضو انا عاملاها حلوه اهو. انتوا شايفين يا بنات قولوا لي انت شطوره بقى في الكومنتات. شكرا يا بنتي. اختي قالت لي شطوره. بصوا نعمل ايه بقى؟ شايفين الزيت ده اللي هو بتاع البصل؟ نحط منه شويه كده عشان يديله لمعه. بصوا يا بنات شفتوا الزيت اهي على النار. حط معها شويه الزيت دول معلقه زبده. اوكي بعد كده حط معلقه زبده صغنطوطه عشان اقول لكم احنا هنعمل ايه. هو انا اكتفيت؟ انا ما اكتفيتش، انا داخله تحدي مع ماما. شفتوا الزيت ده بقى اداله لمعه. عايزه اقول لكم ان انا دقته والله العظيم كاني حاطه الملح بالظبط يعني. على فكره يعني في حاجات ممكن تفشل مني، والحاجه اللي هتفشل مني في يوم من الايام هقول لكم عليها عادي. احنا مش كلنا يعني مفيش حد ما بيغلطش. لو في حاجه عملتها معاكم طلعت وحشه هاجي اقول له. بصوا بقى ننزل بالثومه دي. الثومه دي يا بنات هنحط عليها شويه كزبره كده. ده زيت وعليه سمنه تمام. اللي هو بقى الزيت اللي هنا ده اللي هو بتاع البصله عشان التسكير. عايزه اقول لكم تسكيره البصل اللي هي زي بتاعه الكشري دي، هي زي بتاعه ايه بتاعه الكشري اصلا تمام. نعمل ايه بقى؟ بصوا شوفوا يا بنات ايه اللي بقى اللي ما جربش الطريقه دي جربها. نعمل كده
نقلب. شايفين يا بنات؟ في ناس بقى بشوفهم بيستخدموا لها ملوخيه ناشفه ومش عارفه ايه. لا، ما فيش اي حاجه، هي لونها حلوه اهي، مش محتاجه اي حاجه، مش محتاجه مننا اي افتكاسات. انا برضو عايزه ادوقها اشوف ملحها عامل ايه، الدنيا بتاعتها عامله ايه. بصوا يا بنات، وكده اكون خلصت. شايفين البصاره؟ حطيت عليها البصل، طعم حكايه، وبعيده شويه عن البصاره التقليديه، والطشه دي فارقه جدا في الطعم، حلوه جدا 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 جدا. بصوا، على فكره في اطباق تانية، بس انا لسه يعني في الحله تاني، يعني نشوفوا نص كيلو عملوا لنا اطباق كتيره، متهيألي يكملوا لسه ال10 اطباق، وسمكها جميل، ولسه لما تبرد كمان هتتقل عن كده. شايفين؟ بالهنا والشفا للي يجربها، ولو انتوا بتعملوها برضو بنفس الطريقه دي اكتبوا لي. واشوفكم على فيديو جديد، ومع السلامه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم. باي باي يا بنات.